السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناتكم إبداعات أم ريحان. الوصفة اللي غنشاركها معكم البسبوسة بالعصير البرتقال، كتجي منعشة. بقاو معنا لآخر الفيديو باش تشوفوا مراحل التحضير ديالها. غادي نبداو إن شاء الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غادي في الإناء اللي غادي نخدمو فيه غادي ندير 3 ديال الحبات ديال البيض، مع شوية ديال الملحة باش تجي المذاقات متساويين، مع كاس إلا ربع ديال سكر سنيدة. نخلطوا المكونات ديالنا وإلا بغينا يعني حتى بالطراب الكهربائي، أنا كنفضل هكا في الساعة، خصوصا البسبوسة كتجيني ساهلة. مازال عاد نجبد الضراب، كندير غير بالضراب اليدوي، يعني غير نخلط حتى كيذوب السكر وصافي، باش ما يبقاش السكر حبيبات هكاك كيجينا حبيبات باينين محمرين في الكيكه او في البسبوسه. يعني غير يذوب لنا السكر. وغادي نضيف كيس من سكر الفانيلا، وغادي نضيف كاس ديال الزيت، دائما العبار ديال الكاس ديال اتاي، كاس العنبه. يعني هاد الكيسان منقوشين راه نفس العبار ديال الكاس ديال العنبه. من بعد ما نخلط مزيان الخليط ديالي غادي نضيف واحد العلبة ديال الياغورت. الياغورت كيبقى اختياري، ممكن نستعملوا الياغورت الطبيعي بدون سكر، واللي كيبغي البسبوسه تجي عاوتاني كنفضل البسبوسه ديالي تجي هكا تكون المذاقات ديالها زوينون وباينين، كنبغي ندير بالنكهه ديال الفانيلا. وغادي نضيف كاس ديال العصير برتقال، وغادي نضيف قشور حامض محكوك او الليمون. يعني انا كنفضل الليمون على البرتقال، على القشور ديال البرتقال. البرتقال كيجيني القشور ديالو فيه المرورة، عكس القشور ديال الليمون كيجي منعش، كيجي زوين هكا في الكيكات او البسبوسه. هنا ضفت نص كاس من كوك. الكوك استعملت اللي رقيق ماشي اللي كيكون طويل. وهنا درت كاس الاول ديال السميد، وغادي نضيف الكاس الثاني، يعني 2 كيسان ديال السميد ونص كاس ديال الكوك. السميد اللي استعملت اخواتي استعملت سميده رقيقه، وإلا كانت اللي متوفراش عندها دير السميده المتوسطه، ولكن دير كاس 2 كيسان الا ربع، يعني كاس كامل وكاس اخر يعني ما عامرش، حيت السميد راه كيشرب. غادي نضيفو 2 أكياس من الخميرة ديال الحلويات. هي على عبار يعني داكشي اللي عندنا، سواء نتاع 8 غرام او 7 غرام، يعني ما كانش الاختلاف. غنخلطو مزيان. وفي هذا الاثناء كنت سخنت الفران ديالي من قبل، وحتى المول دهنته، هو الاول دهنته بالزبده ورشيته بالسميد. وغادي نفرغ فيه الخليط ديالي وغادي ندخلها الفران. بالنسبه للمده ديال الطياب كتبقى يعني هي ما كتاخذش، خصوصا هكا ملي كتكون رقيقه كتاخذش بزاف ديال الوقت. انا خدات لي 35 دقيقه بالضبط كانت واجده. كما ذكرت لكم الفرن يعني سخنته من قبل وخليتها على النار اللي مهيله طيب. وهنايا غادي نمروا باش نوجد السيرو اللي غادي نسقي به. انا هنايا غادي ندير كاس ديال العصير مع نص كاس ديال السكر. وإلا بغيتو البسبوسه تجي مسقيه بزاف نديرو كاس ونص ديال العصير مع كاس كامل عامر ديال السكر. درت العصير ديالي على النار حتى طبخ واحد 5 دقائق وخليته حتى برد. البسبوسه ديالي من بعد ما طابت حيدتها من الفران مباشره، سقيتها بالسيرو. السيرو كان بارد. كما ذكرت لكم يعني الا بغيتوها تجي هكا مسقيه مزيان
ديروها يعني ديروا كاس ونص ديال العصير مع كاس ديال السكر، وطبخوها كيما كنطبخوا يعني جميع السيريات اللي كنسقيو بيهم الكيكات ديالنا. صافي غادي نخليها دابا، ما غاديش ندير عليها الكوك حيت راه غادي يشرب وما غاديش يبقى اللون ديالو الابيض. خليتها حتى شربت عفوا واحد 10 دقائق، ووليت باش زينتها. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري، ممكن نديرو هكا. أنا فضلت أنني ندير هكا الخطوط بالكوك والقوقاو كونكاسي، ولا بغيتو تزينوها فقط بالكاوكاو أو بالكوك يعني كيبقى التزيين اختياري. أنا كتعجبني البسبوسة ضروري ندخل فيها الكوك، كيعجبني داك المذاق نتاع الكوك مع المذاق ديال الليمون والبرتقال. صافي غادي نستمروا اخواتي بهذه الطريقه حتى كنكملوا هاد الخطوط كاملين. ودابا غادي نكمل التزيين بالقوقاو مهرمش اللي حمرته في الفران حتى هو. صافي البسبوسه ديالنا ها هي واجده، كيجي المنظر ديالها زوين وحتى المذاق ديالها كيجي زوين. نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. غادي نقطع معكم وحده، يعني صراحه هذه هي الوقيته نتاع البرتقال، ما كتعكسش وهي كتجي ناجحه، يعني ما فيها ما يخسر، خصوصا الا طبقنا يعني جميع المقادير ديالها راه كتجي زوينه بزاف. غادي نقطعو وحده. كما قلت لكم انا راني ما كنبغيش البسبوسه تكون مسقيه بزاف، وانتم الا بغيتوها تكون مسقيه مزيان ديروا كاس ونص ديال العصير في كاس ديال السكر. ها هي كما كتجي لداخل. وإلا كان عندكم المول ديال الزاج راه من الافضل احسن من المول ديال الحديد. انا استعملت هذا حيت المول ديال الزاج ما كتلصقش فيه، حتى هذا يعني ما تلصقتش، ولكن شويه يعني ماشي بحال المول ديال الزاج. هنا اخواتي نكون وصلنا لاخر فيديو، وبصحه وراحه الى وصفات اخرى ان شاء الله.